حبايب قلبي مشاهدين قناة حكمة ومعلومة، النهاردة هنعمل أجمل طاجن بامية بس زي العسل. الله 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 عليه. أول حاجة في المكونات باميتنا الحلوة الخضرة الجميلة المتقنعة، كيلو إلا ربع بامية. أول حاجة في المكونات كيلو إلا ربع بامية، بصلة مبشورة، قرنين فلفل اخضر حامي، ليمونه عشان نقطعها ونعصرها في الاخر، كوبايتين عصير طماطم، طماطمايه واحده متقطعه قطع صغيره، 5-6 فصوص توم، ملح، فلفل، بابريكا، مكعبين مرقه دجاج، وما ننساش طبعا الزبدة البلدي او معلقتين من زيت الزيتون. بس قبل حبايب قلبي ما نشتغل في البامية، اول حاجة هنعملها هنعلم حبايبنا العرايس الجداد ازاي يقمعوا البامية عشان تطلع بالشكل ده. ازاي نقمع البامية علشان تطلع بالشكل ده. ما ينفعش ناخد البامية ونقطعها كده على طول، لا، انت لازم تبقي شطورة وعروسة جميلة كده بتقمع البامية كويس. هنعمل هنمسك البامية كده ونمسكها واحدة واحدة ندورها معايا حبايبي، ندورها كده، تمام. وفي الاخر نقطع حتة صغيرة من تحت، تمام كده. شايفين حبايبي؟ نقمع كمان واحدة عشان حبايبي اللي مش ما بيعرفوش يقمعوا البامية. اهم حاجه حبايب قلبي في حكمه ومعلومه الشير واللايك الجميل بتاعكم عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا احنا عارفين ان القناه حكمه ومعلومه مش للطبخ بس، لجميع المعلومات اللي بتفيد الاسره، وهتلاقي فيديوهات وهتلاقي كرتون للاطفال وهتلاقي كل حاجه جميله وقصص حقيقيه من واقع الحياه وطبخ وكل حاجه جميله تستفادي منها في قناه حكمه ومعلومه. تمام كده حبايبي؟ تمام. ونقطعها من تحت وان شاء الله هيبقى اجمل طاجن باميه كلتيه في حياتك، ومن غير لحمه، ومن غير كمان، ومن غير لحمه. وقدحنا الزيت يا حبايبي او الماده الدهنيه اللي احنا هنحطها، ويا دوبك نصفر البصلايه بس، يعني يا دوبك بس تدي لون مش اكتر. احنا مش عايزين نحرقها علشان ما تتسبكش زياده عن اللزوم. احنا يا دوبك هتدي درجه لون صفرة بس. تاكلي ان شاء الله النهارده بقى طاجن باميه بسم الله ما شاء الله. ومحدش يقول لي بقى لازم لحمه ولازم مش عارفه لا، بابسط الامكانيات وهتاكلي احلى طاجن باميه، احلى طاجن. تمام قوي كده. وهي بتتحمر هنضيف هنضيف قرنين الفلفل وفصين الثوم، نص الكميه بس بتاعت فصوص الثوم، نص كميه فصين الثوم، عشان الجزء التاني هنحطه فين؟ في الطاجن في الاخر. يا دوبك بس كده عشان تدي ريحه جميله كده. الله، ما اقولكوش على الريحه بقى شكلها دلوقتي عشان فصين الثوم اللي حطيناهم دول. وراها على طول قرنين الفلفل. طبعا
بقى حامي بارد على حسب الرغبة. انا عن نفسي انا بحبه حامي. حبايب قلبي اهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما اتفقنا قناة حكمة ومعلومة، معلومة لكل الأسرة، مش طبخ بس، لا هتستفادي بكل حاجة. هتدخلي هتلاقي قصص حقيقية وكرتون تسمعيه لأولادك يستفادوا منه. هتلاقي معلومات عن الرسول عليه السلام، هتلاقي المعجزات، هتلاقي طبخ، هتلاقي كل حاجة حلوة. هتشتركي في القناة وتعملي لايك وشير هيجيلك كل جديد. يا دوبك يا دوبك ايه زي ما قلنا هنصفرها بس كده، وبعد كده هنضيف ايه الطماطم المتقطعه. لو لاحظتي هتلاقيني ما بحمرش الحاجه كتير، عشان ايه برضو احنا بنخاف على معده اولادنا ومعدتنا، عشان ما تعملكيش حموضه وما تعملكيش مشاكل في المعده. يا دوبك بس ايه حاجه بسيطه كده بس كده تاخد النكهات. هنضيف بقى الايه الطماطم المتقطعه بالدور كده زي ما انا بعمل بالظبط، من غير لخبطه ولا حاجه، اسهل حاجه. بصي بقى ما اقولكيش بقى الطماطمايه بقى المتقطعه دي هتدي طعم شكل ايه. دي حاجه، وكوبايتين الطماطم بقى العصير حاجه تانية خالص. يعني دي زي تكايه كده. يا دوبك بس ايه نلفها مع الفلفل والبصل. تمام، كله مش هياخد دقايق. بصي كله ورا بعض ورا بعض. انا حتى ما فصلتش الفيديو علشان خاطر كله ورا بعضه ما بياخدش دقايق وثواني، ثواني بس. وبعد كده هنضيف الايه احنا عايزين قطع الطماطم دي يا جماعه ما تدوبش، ما تبقاش زي الصلصه. هي دي التكايه بقى الحلوه بقى بتاعت حكمه ومعلومه بقى، مش هتلاقيها عند اي حد. التكايه دي بقى بصي بقى ما اقولكيش هتبقى عامله في الطاجن ازاي بقى. هنحط على طول بقى احنا كده يا دوبك لفيناها لفه. هنحط على طول بقى ايه كوبايتين الايه عصير الطماطم. تمام، مطرح الطماطم كده هنجيب كوبايه ميه، او لو عندك شوربه يا ستي من امبارح، اي شوربه عندك، شوربه بط، شوربه لحمه، شوربه فراخ، براحتك. ما عندكيش كوبايه ميه، لان احنا كده كده هنضيف ايه المرقه. كوبايه الميه بتاعتنا اهي، بس هي كوبايه واحده. معايا حبايب قلبي؟ بعدها نحط الايه البهارات الحلوه بتاعتنا، الملح، الفلفل، والبابريكا. طبعا الملح والفلفل والحاجات دي على حسب الرغبه، عايزه تزودي ملح زودي براحتك. وفصين الثوم معاهم في الاخر، دول بقى اللي مش متحمرين. احنا قلنا قسمناهم وحطينا ايه فصين ثوم مقليين مع البصله، وفصين ثوم في الاخر كده. تمام، شوف كده ندوقها نشوفها. الله 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 الله. بس انا هزودها شويه ملح صغيرين، لان احنا بنحب الحاجه ايه مالحه سنه. انتي براحتك بقى على حسب ما ايه ما تحبي. مش هنزود بقى الصلصه لان ده طاجن. يا دوبك تاخد غلوه بس.
ونضيف وراها الايه الباميه على طول. شوفوا بقى الجمال يا جماعه، يعني ما خدتش حتى ربع ساعه على بعضها. الباميه الجميله بتاعتنا بقى ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله 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 الله، حاجه يعني. شوف الخضار والجمال يا جماعه كده، وتقومي مقلباها في الصلصه بتاعتنا، تقلبيها. وبصي بقى ما تزوديش ايه ميه ولا اي حاجه ولا شوربه ولا حاجه، زي ما هي كده، علشان احنا عايزينه ايه طاجن جميل كده ما فيهوش لا صلصه كتير ولا حاجه. هي يا دوبك ايه كوبايتين الصلصه، يا دوب كوبايتين الصلصه بس اللي اتحطوا، وكوبايه مرقه او كوبايه ايه ميه. فاضل حاجه واحده بس ونحط الطاجن في الفرن، اللي هي ايه يا حبايبي؟ مرقه ايه الدجاج، ما ننساهاش. مكعبين مرقه دجاج، هي دي بقى برضو هتديكي النكهه. احنا قلنا ان هي من غير لحمه، هي دي بقى اللي ايه هتعوض الطعم. بصي تقلبي فيها كده عشان تتشرب بالايه بالصلصه والطماطم المكعبات اللي احنا عملناها. بس هنزودها كمان ايه، كمان كوبايه ميه عشان تحط في الفرن على طول. بس هي كده زي الفل. هناخد الطاجن زي ما هو كده وعلى ايه، على الفرن الجميل بتاعنا. خدت حاجه حبايبي يا دوبك اقل من ربع ساعه. هتقعد بقى في الفرن قد ايه؟ ما تزيدش عن نص ساعه، نص ساعه بالظبط في الفرن. استنى البوتاجاز، يا دوبك نص ساعه، مش هنعمل حاجه غير كده، هي نص ساعه. حبايب قلبي، وطلعنا الطاجن من الفرن بعد تلت ساعة بالظبط. وشوفوا الجمال والحلاوة يا حبايب قلبي، وبسم الله ما شاء الله. والليمون طبعا بقى تحطيه حسب الرغبة. شوفوا الجمال، شوفوا قطع بقى الطماطم بقى اللي بقول لكم عليها التكاية دي بقى. بصوا يا جماعة، انا بقرب لكم الكاميرا اهو عشان تشوفوها. دي بقى اللي هتدي الطعم الجنان. وبالهنا والشفا، ومعاكم قناة حكمة ومعلومة. اعملوا لايك وشير يا حبايب قلبي عشان يوصل لكم كل جديد. وبالهنا والشفا، اجمل طاجن باميه.